تجارة أعضاء بشرية بتدار جوه مستشفى مفروض إنها بتنقذ الناس. تخيل تدخل تعمل عملية بسيطة وتخرج منها من غير وعي ومن غير أعضاء. فيلم كوما بيتكلم عن دكتورة اسمها سوزان بتشتغل في مستشفى محترمة جدا في بوسطن. بتبدأ تشك لما صاحبتها تدخل تعمل عملية بسيطة جدا وتطلع منها في غيبوبة. أول أكسيد الكربون، مادة بتمنع الأكسجين يوصل للمخ فتوقف الوعي، بس بتسيب الجسم شغال. يعني المريض بيبقى عايش لكنه نايم للأبد، وده بيخلي المستشفى تقدر تبيع أعضائه قطعة ورا قطعة. الفيلم اتصور بطريقة علمية جدا لدرجة إن الناس بدأت تتساءل هو ده ممكن يحصل بجد؟ وده خلى الفيلم يخبط في دماغ كل مشاهد. إيه اللي حصل لما الفيلم ده اتعرض؟ آلاف بدأوا يلغوا عملياتهم الجراحية، والصحف بدأت تنشر قصص حقيقية عن ناس كان عندهم نفس الشك. تأثير الفيلم وصل للكونجرس الأمريكي، بدأت جلسات مناقشة علنية عن التخدير، وتم اقتراح قوانين جديدة لمراقبة غرف العمليات. اتحطت رقابة أكتر على مراكز زراعة الأعضاء، وده كله بدأ من فيلم واحد بس.